فطير. مين اللي بيحب الفطير المشلتت؟ النهارده عملت لكم فطير مشلتت. اتفرج على الفيديو وقول لي ايه رايك. اول حاجه هنحتاجها كيلو دقيق، وهنبقى محتاجين 600 مللي ميه، ممكن نستخدمهم كلهم وممكن لا. هجيب طبق، معلقه كبيره من السكر ومعلقه صغيره من الملح، واحط عليهم شويه ميه صغيرين كده بس عشان ادوبهم، وهدوب السكر والملح مع بعض. وبعد ما دابوا هنزلهم على الدقيق، وانزل بقيه الميه بتاعتهم. يبقى كده تقريبا انا هنزل ال 600 مللي كلهم. فهنزل بقى العجين ده كله هنا على الترابيزه عشان اعرف اعجن. وهفضل اعجن فيه كده لمده تلت ساعه. بعد 20 دقيقه عجن بقى ده شكلها، يعني شكلها بص بقى عامل ازاي. العجينه بصراحه بقت شكلها حلو وملمسها جميل. فهجيب البوله بقى ونحط فيها العجينه اهي، هترتاح لمده ساعتين، وبعد ساعتين ان شاء الله ارجع لكم. رجعت ليكم بعد ساعتين، وده شكل العجينه بتاعنا بعد ما خمر وبعد ما ارتاح شويه. هندهن الاول الترابيزه كده شويه زيت عشان العجينه ما تلزقش عليها. شايفين كده ارتاحت. اقطعها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده بقت 4. فهنجيب ايديا من تحت كده وافضل اضغط، ادهن عليها من فوق زيت بقى. بس انا كده هسيبها ترتاح، يعني ممكن نص ساعه كمان وهبتدي اشكل فيها ان شاء الله. ادهن الاول زيت كده على الترابيزه، وهمسح بيه الترابيزه كلها. وهنجيب اول قطعه معايا واحاول ان انا افردها. مش لازما الفراده دي. وهفضل اودي العجين كده اهو، اودي العجين كده، اودي العجين كده لحد ما يتفرد معايا كده. بعد ما فردت العجين هجيب بقى اي حاجه كده اروح قاطع بيها الحروف دي كده. بعمل قطع بس مش في الكل، يعني في اول حروف. وهجيب بقى الطرف الاولاني دوت اروح حاطه كده اهو، واجيب اللي هناك احطه عليه كده اهو. يبقى انا كده معايا الفطير. هجيب بقى الطرف ده احطه في النص، افرده في النص هنا. وما انساش الزبده، معايا زبده 250 جرام بدرجه حراره الغرفه، دي هدهن بيها الفطيره كده اهو. اروح اعمل كده اهو، ولو اتقطعت معاك ما تقلقش، يعني احنا شغالين صح. كل شويه ادهن زبده زي ما انتم شايفين كده. ده كده اول قطعه هحطها على جنب، وهبتدي اشتغل في القطعه الثانيه برضه نفس النظام. هفردها كده. انا فردت العجينه، هحط بقى زبده، وبرضه هقطع الاطراف زي الفطيره الاولانيه. فاكرين الفطيره اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي؟ احطها كده في النص، الطرف الاول بتاع الفطيره، واحط زبده. بعد كده اجيب الطرف اللي هناك دوت احطه عليها، واجيب الطرف الاولاني اللي من هنا ده واحطه عليه، واحط زبده. بعد كده اجيب الطرف ده احطه كده، واحط زبده برضه. ده الطرف اللي هناك ده كده كده. يبقى ده شكل الفطيره. هحاول بقى ان انا اعملها بشكل دائري كده. هدخل الجناب دي جوه، وهجيب صينيه كبيره وادهنها زبده، وهرفع الفطيره احطها في الصاج. هسيبها ترتاح نص ساعه. وكده بعد ما الفطيره استريحت تقريبا نص ساعه كمان، بعد ما بطلتها هسيبها ترتاح 10 دقايق وهحطها في الفرن. انا الفرن دلوقتي انا بسخنه. وكده شكل الفطيره بعد ما استوت. هسيبها تهدى شويه وتبرد كده بعد ما قطعت الفطيره وجبت العسل، لان الفطير ما بيهداش الا بالعسل. بص الفطيره طريه ازاي، بعد ما ارتاحت بتبقى طريه. ما فردتش كتير يعني زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. سامع صوت القرمشه؟ سلام. شوف شوف اهي. بسم الله. فطيره والله زي ما قال الكتاب، لو جربتها مش هتشتري فطير من بره. هكمل انا بقى واسيبكم. اشوفكم بكره. سلام.